الأستاذ عبد الله رشدي الداعية الإسلامي أدى السنة دي فريضة الحج، وفي نفس التوقيت اللي كان الأستاذ عبد الله رشدي بيأدي فيه الفريضة كان موسم الرياض الترفيهي بيعلن عن افتتاح العرض الخاص والعرض السينمائي لفيلم أولاد رزق القضية 3. كلنا عارفين ان المملكة العربية السعودية عاملة رؤية اقتصادية 2030 ومن ضمنها الاهتمام بالمجال الفني والترفيهي. كلنا بقينا بنشوف حفلات غنائية وطرب بتحصل في المملكة العربية السعودية لأشهر المطربين والفنانين العرب وكل الفنانين في العالم الغربي، وفي نفس الوقت في مسابقات رياضية وترفيهية وثقافية بتتم في المملكة، وكل القائمين في المملكة من حقهم يعملوا كده علشان يحسنوا من شأن المملكة ويرفعوا من شأن الشعب، وبيهتموا بكل المجالات اللي تدر عائد ومنفعة على الشعب وعلى الدولة، وده حقهم. ولكن الأستاذ عبد الله رشدي ما تكلمش خالص عن موسم الرياض الترفيهي وعن الأحداث اللي بتتم فيه، واتكلم بس أول ما رجع وانتقد وفتح النار على بنت مصرية ظهرت في حفل تخرجها وهي بتغني وترقص، وكتب فيها بوستات وعمل عليها فيديو، ووجه سهام الانتقاد اللاذع اللي ممكن يأذي ويضر البنت في نطاق أسرتها، في نطاق عملها، في نطاق التواجد بتاع المجتمع بتاعنا، لأنه تكلم على إن الفعل اللي عملته البنت وكأنه فعل حرام ومجرم. الحرام والحلال يا أستاذ عبد الله اللي بينتج عنهم أذى أو ضرر لأي فرد في المجتمع أو للمجتمع. أما مسألة حضرتك إنك تتكلم عن البنت دي تحديدا وتصمت تماما عن الأحداث الترفيهية اللي بتحصل في الرياض تحديدا، ده شيء بالنسبة لي يمثل علامة استفهام عن رجل دين يجب ألا يفرق بين الحدث هنا والحدث هناك. ازدواجية المعايير يا أستاذ عبد الله في التعامل مع الأمر شيء يمثل بالنسبة لي علامة استفهام. أرجو إنك ترد عليا يا أستاذ عبد الله وتقول لي ليه سكت في السعودية وما تكلمتش عن الأحداث الترفيهية اللي بتتم واللي فيها رقص وغنى وطرب وسماع موسيقى، وليه تكلمت وانتقدت الفتاة المصرية عن رقصها يوم تخرجها.